العلم ونغيروا. شكون من الذين لديه معرفة علمية غربية وعربية وإسلامية ولغات أوروبية اللي قال له هتلر يا خويا العزيز تخرج من الجزائر بصح أرواح الألمانية تحبك، أرواح عيش معايا وعاش معاه إلى غاية 1946. من هو؟ ذهب إلى الزيتونة فاحتفى به أهل تونس وعظموه وأهالوا عليه التفضيل والتقدير. ثم لما ذهب إلى بلاد الشام، يا جماعة أنني نهضر ما تزعفوش عليا، كان أول من شن عليه الحرب وقال لهم اطردوا هذا الإفريقي الذي غزا بلاد الشام محمد رشيد رضا، رائد الإصلاح في بلاد الشام. قال ما نبغيش يكون في بلادي هذا البربري، ادوا عليا، ومارس الضغوط كل الضغوط حتى طردهم ببلاد الشام. راح المسكين هو متغرب على مواليه وعلى وليداته ودخل الى تركيا، نفس الشيء التعباز، او جاكم فلان او جاكم فلان ما تخلوش، فيروس جا من الجزائر جا كذا، وخطير الى عنده الافكار يقدر ياثر في تركيا، لان هذوك اللي يجوا من البلاد هذوك صعاب. ما تنساوش باللي حتى اليمن راه صارت فيها مشكله مع واحد جاي ثاني بني ورثيلان، عيط له ادولف هتلر قالوا لا تثريب عليك، روح عندي نديرك مستشاري الشخصي وزيد انت مسلم، اما لكل مسلم في الجيش الالماني كي يموت صلي عليه انت الجنازه. فصار مصلي الجنائز على الجنود القتلى المسلمين في الجيش الالماني. اثنين، قال له ابني جامع كبير في المانيا وعيط لك كاع المسلمين وصلي بهم. شكون هذا المخلوق؟ تربى في هذه البلاد وتعلم في هذه البلاد ولا رجل قادر على التغيير. صالح شريف، صالح شريف، ولما كان في ألمانيا تلاقى مع واحد من قالمة، يا جماعة العلوم الاجتماعية ديروا تحتها سطر.